ازيكم يا شباب المستقبل عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل ريفيجن على يونت 1 كلها، وان شاء الله نحل الاساينمنت الموجود في كتاب المعاصر كله، ونكون راجعنا على يونت 1. هنراجع ان شاء الله درس درس، ونبدأ بالديفيزابيلتي. طيب يعني ايه بس ديفيزابيلتي كده؟ ديفيزابيلتي معناها ان انا اعمل ديفايدد ولكن ما يبقاش فيه ريمايندر، طيب دي كده الديفيزابيلتي باختصار. انا عندي 4 رولز divisibility، يعني اربع رولز للديفيزابيلتي. واحده بتاعت الديفيزابيلتي بتاعت 2، واحده الديفيزابيلتي بتاعت 3، واحده الديفيزابيلتي بتاعت 4 و 5. طيب امتى تبقى divisible by 2 يا مستر؟ لما يبقى اخر رقم يكون even. افتكر لما يبقى اخر رقم يكون even يبقى الرقم ده divisible by 2، او اخر digit تكون even. يعني مثلا آه بالمناسبة الأرقام الإيفن اللي هي 0 و2 و4 و6 و8 ديت لو كانت موجودة في آخر ديجيت في أي نمبر، يبقى النمبر كله كده إيفن. فبالتالي هو هيبقى divisible by 2. طيب ماشي يا مستر. وبعدين عندنا divisibility by 3. امتى يبقى الرقم اللي قدامي ده divisible by 3؟ لما يكون السمشن بتاع الديجيتس الموجودة جوه موجودة في جدول 3. تمام. طيب الفور امتى يبقى divisible by 4؟ اولا كده حط في دماغك ان لو اخر رقمين 0 و0 يبقى ده divisible by 4 وش. لو اخر رقمين 2 zeros يبقى ده divisible by 4 وش. طيب لو اخر 2 digits، بنقدر نطلعهم من جدول 4 يبقى ده divisible by 4. طيب هي المشكله الوحيده اللي بتقابلنا في الدرس ده هو الحته بتاعت divisible by 4. مثلا عندي 248 سوري 284 عايز اتشيك the two last digits اللي موجودين في التنس and ones، واشوف هل 84 divisible by 4. فبالتالي الرقم الكبير ده هيكون divisible by 4. طيب بعد كده الديفيزيبيلتي بتاعت 5 هي لو اخر رقم 0 او 5، لو اخر رقم 0 او 5. طيب بيقول لك لو انا عندي نمبر 6، فنمبر 6 امتى الرقم اللي قدامي ده يبقى divisible by 6؟ لما يبقى divisible by 2 و divisible by 3 في نفس الوقت. طيب divisibility بتاعت 10 امتى يبقى divisible by 10؟ لما يبقى divisible by 5 و 2 في نفس الوقت، او divisible by 0 او divisible by 0. طيب ايه يا معلم؟ في كام ريمارك كده مهمه. بيقول لك كل هول نمبر divisible by 1، كل هول نمبر divisible by 1. طيب وايه كمان؟ بيقول لك كل هول نمبر except the zero divisible by itself. except the zero divisible by itself. طب اشمعنى الزيرو؟ عشان انا لو قلت ان الزيرو divisible by zero هعمل كده، وده كده ما يرضيش ربنا. ده كده انت بتقسم على الصفر، فده حاجه غير مفهومه بالمره وما فيهاش منطق. طيب آه هي الحته ديت هي مش صعبه، هي حاجه بديهيه جدا. بيقول لك ال 15 هي ناتج البرودكت بتاع ال 3 and 5. يعني 15 ديت هي ناتج الضرب ما بين 3 and 5، يبقى 15 هي برودكت اوف ذا فاكتور 3. فبالتالي 15 هي مالتيبل اوف 3، وال 15 برضه مالتيبل اوف 5، عشان ما هي التو فاكتورز بتوعها 3 و 5. وبالتالي ف 15 divisible by 3 و divisible by 5، divisible by 3 و divisible by 5. طيب معنى كلمة multiple هي equivalent سوري كلمة multiple بتساوي كلمة divisible. فأول ما تشوف كلمة multiple على طول يبقى هي divisible by الرقم ده. طيب if a number is a multiple of another number، لو النمبر ده multiple من نمبر تاني then the first number is necessary divisible by the second number. طيب هي عادات معقدة. بيقول لك لو النمبر ده multiple من نمبر تاني يبقى النمبر الاولاني ده المفروض يبقى divisible by النمبر التاني. تمام. واللي تحت ده بيقول لك العكس. طيب وبكده خلصنا الديفيزيبيلتي. تعالوا نخش على البرايم فاكتورايزيشن. واحنا كده دلوقتي هنخش في درس فاكتورايزنج a number to its primes. عرفنا يعني ايه برايم نمبر، يعني رقم ما يتقسمش غير على الواحد وعلى نفسه. وكومبوزيت نمبر هو اي نمبر مش برايم يبقى برايم نمبر. طيب بعد كده بيقول لي انا بعمل حاجه اسمها برايم فاكتورايزيشن. ازاي يا مستر كنا بنعمل برايم فاكتورايزيشن؟ بسرعه كده نطبق على مثال. مثلا 30
36. عايز اعمل لها برايم فاكتورايزيشن، بروح اعمل حواليها دايره كده ومقسمها لحتتين، حته ب 6 وحته بايه ب 6، عشان 36 بتساوي 6 ملتبلاي 6. طيب وبعد كده يا مستر بناخد ال 6 ديت نفكها تبقى 3 و2، والناحيه التانيه نفس الكلام 3 و2. طيب بعد ما فكناهم بنشوف مين اللي ما عندوش عيال ونكتب ال 36 كبرايم فاكتورز. طيب يلا نشوف مين اللي ما عندوش عيال. ده ما عندوش عيال يا مستر، ده ما عندوش عيال، وده كمان ما عندوش عيال، وده ما عندوش عيال. يلا نكتبهم. هتبقى 3 ملتبلاي، هتبقى 3 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2، ودول كده برايم نمبرز، وبرضه دول برايم نمبرز، واحنا فكينا ال 36 على شكل برايم نمبرز. تمام. دي كده طريقة البرايم فاكتورايزيشن. ما كانش فيه اي حاجة تانية في الدرس ده غير انه بيقول لنا ان احنا نقدر نعمل برايم فاكتورايزيشن. طيب الدرس التاني او الجزء التاني في الدرس ده كان بيقول لنا ازاي نطلع الجي سي اف. الجي سي اف هو القاسم المشترك الاعظم او الجريتست كومن فاكتور. طيب بنطلعه ازاي بالبرايم، بنطلع الجريتست كومن فاكتور ازاي بالبرايم فاكتورايزيشن. طيب احنا بنطلع الجريتست كومن فاكتور بالبرايم فاكتورايزيشن عن طريق اللي احنا بنعمل فاكتورايزيشن للتو نمبرز، والمتكرر بكتبه مره واحده بس. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا هنا عملت برايم فاكتورايزيشن لل 18، وهنا عملت برايم فاكتورايزيشن لل 24، فرحت كاتب البرايم على شكل فاكتورز، رحت كاتب النمبرز على شكل برايم فاكتورز، ورحت كاتب 24 على شكل برايم فاكتورز. بعد كده شفت المتكرر وخدته مره واحده بس. يعني ايه؟ يعني هنا لا، المتكرر 2 و 2 في الاثنين فنزل مره واحده بس بقى 2، وهنا 3 و 3 فنزل لوحده فبقى 3، و2 ملتبلاي 3 هتساوي 6. تمام يا معلم؟ تمام يا مستر. طيب وبعد كده، بعد كده مفيش اي حاجه، كنا بنطلع الجي سي اف بالطريقه دي. بعد كده في حاجه اسمها الفين دايجرام. الفين دايجرام مش صعبه قوي يا مستر، وانا كنت بعمل نفس الحركه، بس باخد المتكررين واحطهم فين؟ في النص، ويبقى اللي في النص ده هو الجريتست كومن فاكتور. كنا بنعملها بطريقه احنا بقى نشرحها في الحل قدام، يعني في حل تاني قدام هنشوف الدنيا فيها ايه. طيب بيقول لك ال سي ام. هو مين ال سي ام؟ ال سي ام هو الليست كومن مالتيبل. كنا بنطلعه ازاي؟ نفس الحوار اللي احنا كنا بنعمله في الجي سي اف بنعمله هنا برضو، والمتكرر بينزل مره واحده زائد اللي مش متكرر. يعني هنا 3 ما اتكررتش فنزلت، ال2 ديت ما اتكررتش فنزلت، وال2 ديت كمان ما اتكررتش فنزلت، ونعمل الناتج بتاع المالتيبليكيشن ده هيديني ال LCM. تمام تمام. طيب نفس الكلام برضو في الفين دايجرام، بس بدل ما باخد اللي في النص بس باخد كل اللي بره الفين دايجرام. ما هو نقول لكم ازاي دلوقتي بنحط الكلام ده في الفين دايجرام. بس كده يا معلم. وده كان كل اللي في الدرس. تعالوا بقى نحل مثال على السخان كده، نشوف احنا كنا بنطلع الحاجات دي ازاي. دلوقتي انا معايا 10 ومعايا 15، عايز اطلع الليست كومن مالتيبل والجريتست كومن فاكتور. اعمل ايه؟ اروح ماسك ال 10 اعمل لها برايم فاكتورايزيشن هتبقى 2 و5، واروح ماسك ال 15 اعمل لها برايم فاكتورايزيشن هتبقى 3 و5. طيب وبعد كده آه وبعد كده هنمسك حاجه نفكها من دول. لا الاثنين دول كل ده ما يتفكش، فهنكتب الكلام على شكل برايم فاكتورز. ادي 15 الموجود فيها من غير عيال هو 3 ملتبلاي ال 5، وادي ال 10 اللي موجود فيها وملهاش عيال، ادي ال 10، ادي ال 10، بس ادي ال 10 اللي موجود فيها وملهاش عيال هو ال 2 وال 5. فانا دلوقتي هطلع جي سي اف وال سي ام بالطريقه القديمه، اللي هو هكتب بتكرر مره واحده بس، فاكتب الجي سي اف هيساوي 5، والال سي ام هيساوي اللي بيتكرر مرة واحدة بس زائد اللي مش متكرر. يعني في الحالة ديت أنا هكتب ال 3 وهكتب ال 2. ماشي. طيب فهيبقى 5 المتكرر نكتبه مرة واحدة بس multiply 3 multiply 2. طيب تعالى يا بسطة بقى نحط الكلام ده على شكل جوه فين دايجرام. فاحنا هيبقى معانا كده وكده، ادي وكده
دي ارسم دايره وارجع لكم. ماشي، وكده رسمنا دايرتين اهم. في واحده هتبقى لل10، واحده هتبقى لل15. وقلنا هنكتب الكلام ده جوه. هنعملها ازاي يا مستر؟ شايفين المتكرر؟ قال لي لقيت 5 هنا ولقيت 5 هنا، اروح اكتب ال5 في النص. بعد كده هكتب هنا 2 وهكتب 3. هكتب 2 عند ال10، الدايره بتاعت 10 اهي، وال3 الناحيه التانيه. وبس كده. يبقى كده عملنا قلنا برايم فاكتورايزيشن، جبنا الليست كومن مالتيبل والجريتست كومن فاكتور. تعالوا نخش على الدرس اللي بعده، وهو ازاي نستخدم الاثنين دول. الدرس اللي بعده كان ازاي بستخدم الجي سي اف. قال لك انت بتستخدم الجي سي اف في حاجه اسمها الاكسبريشن. فالاكسبريشن ده بيساعدني في كذا حاجه يعني. ايه هي كذا حاجه؟ طيب تعالوا نفهم يعني ايه اكسبريشن الاول، بعد كده نشوف بيساعدني في ايه. الاكسبريشن ده مستر كنا بنجيب الجريتست كومن فاكتور بتوين التو نمبرز الموجودين في الستور بروبلم بتاعتي. لو هو كان عايز جريتست نمبر اوف عدد معين من الحاجات محطوط فيها حاجتين، هو ده. دي كل الاسئله عباره عن كده. ان مثلا واحد عنده حفله ومعاه 60 ساندوتشز ومعاه 19 بوتل اوف ووترز، وعايز يعمل شنط اكل للحفله دي. فكل الدرس كان عباره عن كده، عباره عن انك بتمسك التو نمبرز دول، تطلع الجريتست كومن فاكتور وتكتب الاكسبريشن. بعد ما بتكتب الاكسبريشن بتطلع اللي جوه ده وتقول له دي الاجابه بتاعه او الشنطه الواحده. الباك الواحد هيبقى فيه قد ايه من كل واحده من الاثنين، والعدد الباكات هيبقى الجريتست كومن فاكتور بس. طيب لو ما ركزتش في اللي انا قلته، ممكن نحل مثال وتفهم اكتر. زي المثال ده. المثال ده قال لي في واحده اسمها دينا ومش عارف ايه، فدينا معاها 60 ساندوتشز 90 90 اوف بوتل اوف ووتر. طيب انا عاملين برايم فاكتورايزيشن. احمد طلع جي سي اف، وبعد ما طلع جي سي اف حط بره. طيب انا طلعت جي سي اف عن طريق اللي انا كتبت 2 و 3 و 5. فاروح كده بالقلم بتاعي الجميل، اروح اشطب على 2 من كل واحده، و3 من كل واحده، و5 من كل واحده. والمتبقي ده، المتبقي ده هو اللي هيتحط هنا مكان ال 60، والمتبقي ده هو اللي هيتحط هنا مكان ال 90. لو في اتنين متبقيين بنعملهم ملتبلاي. لو مفيش حاجه متبقيه فهنكتب 1. فهنكتب كام؟ 1. اوعى تكتب لي 0. بس كده. يلا يا معلم، اتفقنا خلاص. طيب وبس كده. ده عباره عن الدرس ده. هو بس اسئله كلها بتقول لك هات يا عم الاكسبريشن اللي هنا. فانت بتعمل كالاتي. هتشوف ايه الجريتست كومن فاكتور بين ال 7 وال 56. طيب فانا عارف ان ال 7 ديت برايم نمبر فمش هيتفك. 56 هتتفك وهتبقى تقريبا 7 باي 7 باي 8، وال8 هتتفك تبقى 2 باي 4، وال4 هتتفك 2 باي 2. اهو محلول اهو. وانا بحل في ايه؟ طيب خلاص كتبنا الاثنين، فلقينا ان هنا في 7 وهنا في 7، فاقدر اشطب على دي واقدر اشطب على دي. ونحط ان هي اسمها الجريتست كومن فاكتور. بعد كده يا مستر نروح كاتبين الاكسبريشن بتاعنا، نقول ان الكلام ده زائد بعضه بيساوي 7. 7 بيساوي 7، و7 مضروبه في ال1 اللي متبقي من ال7، اصل هنا خدنا ال7 كلها فتبقى 1، وال8 المتبقيه من ال56 اللي هم دول كلهم كده متبقيين. الفرع ده متبقي فالاب بتاعه ال8، فانا كاننا ضربنا كله بقى. طيب وبس كده. عرفنا الجريتست كومن فاكتور بيستخدم في ايه بسرعه جدا بطريقه مختصره. دلوقتي هنخش على الليست كومن مالتيبل بيستخدم ازاي. انا هعمل انالايزنج للليست كومن مالتيبل. يا مستر احنا خدنا الكلام ده قبل كده. احنا عارفين ان الكومن مالتيبل كان بيتجاب لما يبقى في فراكشن unlike denominator، فكنا بنجمع التو فراكشنز دول وخلصت الحكايه على كده، صح؟ والصراحه هو ده الدرس. فتعالوا نحل مثال. نحل مثلا التشيك بوينت دي. بيقول لي 3 over 8 plus 1 over 1 over 3. تعالوا نكتبها في الناحيه التانيه. طيب بيقول لي اول مثال، اول حاجه في التشيك بوينت بيقول لي 3 over 8 plus 1 over
3. طيب فانا علشان اعمل المالتيبليكيشن ده لازم اطلع الليست كومن مالتيبل بتوين ال 3 وال 8. طيب ففي واحد شاطر قاعد ورا بيقول لي يا مستر دور حاجه اسمها ريلاتيفلي برايم. الريلاتيفلي برايم اللي هو الجريتست كومن فاكتور بتوين الاثنين هو ال 1، وكمان الليست كومن مالتيبل اللي موجود جوه هو التو نمبرز مالتبلاي ايتش اذر. فقلت له شاطر، اذا فانت طلعت الليست كومن مالتيبل يا باشا. الليست كومن مالتيبل هيساوي 3 باي 8 اللي هي ب 24. طيب بما اني طلعت ال 24 فانا خلاص بقى انا كده حليت المساله. ازاي يا مستر؟ احط اللي تحت هنا ب 24 واللي تحت هنا ب 24. دي 28 يا مستر. 24 و 24. طب وبعد كده هعمل ايه؟ هلاحظ اللي انا ضربت في ال 8 3 عشان تبقى 24، يبقى هضطر اضرب فوق كمان في 3، عشان احنا خدنا قاعده المره اللي فاتت عشان نجيب ايكويفالنت السنه اللي فاتت، اللي احنا عشان نجيب ايكويفالنت فراكشن لازم نعمل اللي فوق ملتبلاي اللي فوق واللي تحت ملتبلاي اللي تحت، يعني اللي اعمله ملتبلاي. خدنا السنه اللي فاتت ان احنا لازم نعمل اللي تحت سوري نعمل لو ضربنا حاجه تحت نضربها فوق علشان يطلع equivalent fraction وما يضايقناش. طيب انا عندي هنا ضربت 8 في 3 علشان تطلع 24، فلازم اضرب فوق في 8، ف 8 ملتبلاي 1 ب 8. هنعمل الاثنين دول زائد بعض تبقى 17 over 24. وبس كده. في الماينس بنعمل نفس الكلام. مفيش حاجه اقولها هنا تاني الصراحه. طيب تعالى بس ايه. طيب وبكده خلصنا اليونت بمراجعة سريعة جدا علشان نلحق نحل أسئلة وحضرتك ما تزهقش مني، ونكون اسمنا رجعنا وقرأنا بسرعة على الحاجات اللي فاتت. يا ريت توقف الفيديو، تقوم تجيب كوباية شاي وتعمل لايك، ولو ما عملتش سبسكرايب تعمل سبسكرايب. بعد كده تيجي تكمل الفيديو وتشرب كوباية الشاي بتاعتك ونحل أسئلة. شعري جامد، شعري جامد، شعري جامد. ماشي يا شباب. هنحل يونت اساينمنت كده علشان يبقى حلينا كام سؤال، وان شاء الله تبقى المراجعه ديت شامله كل حاجه، ويبقى اليونت اساينمنت ده مش حرمك من حاجه يا معلم. ولو في اي اسئله عندك يا ريت تكتبها في الكومنتس، وانا سايب رقمي في الديسكريبشن. لو عايز تسالني اي سؤال يا ريت تتفضل، يعني انا مش هكره وبس. طيب الجي سي اف اوف 4 and 8 سوري 4 and 10، فانا هكتب 4 وهكتب 10 واطلع الجي سي اف. فدي 2 و 2 ودي 2 و 5. مين بتكرر هنا وهنا؟ هي 2 وال 2 دي، صح؟ ايه ده؟ هي 2 وال 2 دي مفيش حاجه غيرهم، يبقى ده الجي سي اف. طيب بعد كده بيقول لي 24 بلس 16، 24 بلس 16 وعايز الاكسبريشن، فانا مضطر اطلع الجريتست كومن فاكتور عشان اشوف هاخد كام بره. فهتطلع هنا 4 باي 4 وال 24 هتطلع 4 باي 24 هتطلع 3 باي 8، وديت هتطلع انا بس بسهل عليا الدنيا.
علشان الدنيا تبقى سهلة يعني. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. آه، ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم حاجة. ماشي. فهنا هتطلع 2 باي 8. تمام تمام يا معلم. طيب وبعدين من قبل ما نعمل اي حاجه نلاحظ هنا ان هنا في 8 وهنا في 8، فال8 ده يعتبر الجريتست كومن فاكتور، وهيتبقى من هنا 2 وهيتبقى من هنا 3، فهتبقى اهي 1 3 و 2. مش هتفرق الترتيب بتاعهم، علشان كده كده بلس ممكن نبدل ما بين الاثنين، يعني هنا ممكن تبقى 2 بلس 3 او 3 بلس 2، مش هتفرق. يلا على اللي بعده. The number كذا is divisible by both 3 و 4. طيب المسائل اللي زي كده انا انصح ان انت تدور على واحد بس وبعد كده تدور على التاني في الباقي. يعني انا ادور الاول على الديفيزبل باي 3 في كل ده. امسك دي مثلا، هلاقي امتى الرقم يبقى ديفيزبل باي 3؟ لما كل مجموعه ديجيتس يطلع حاجه موجوده في جدول 3. جمعت الاثنين دول عشان الزيرو طبعا بزيرو فمش هيتجمع. جمعت الاثنين دول لقيت انها ب 11، و11 ده مش موجود في جدول 3، اذا فدي مش الاجابه. طيب جمعت دول لقيت ان ده ب 9، ايوه يبقى ده موجود في جدول 3، يبقى دي ممكن تبقى الاجابه، انا لسه ما شفتش 4. طيب هنا جمعت دول لقيت ان ديت برضه ب 9، فده هيطلع موجود في جدول 3، فده ممكن تبقى الاجابه، لسه ما اعرفش. تعالى نجمع ده هنلاقيها ب 8 ودي مش موجوده في جدول 3، يبقى ديت محذوفه. يبقى انا بتبقاليش غير الخيارين دول. تعالى نشوف كده مين فيهم divisible by 4. تمام تمام. طيب الاولاني ده هتبقى 1 بلس سوري مش 1 بلس، هناخد اخر 2 ديجيتس ونشوفهم هل ده divisible by 4. لا يا مستر 17 مش divisible by 4، يبقى دي غلط، يبقى دي هي الصح. تمام تمام. طيب بيقول لك 3 and half plus 4 and 3 over 4 هتطلع بكام؟ طيب لحل المسألة ديت في كذا طريقة، بس أنا أنصح إن أنت تاخد الهول نمبر مع الهول نمبر زي ما كنا بنعمل السنين اللي فاتت، فهتطلع هنا 7، الهول نمبر هيطلع 7، وهنا 1 over 2 عايزين نعملها بلس 3 over 4، فعشان نخلي ال 2 بتساوي 4 فهنضرب فوق وتحت في 2 هنا، هتبقى 2 over 4 بلس 3 over 4 تطلع 5 over 4. طيب و 5 over 4 معناها انها 1 and 1 over 4. 1 هنا وفي 7 احنا سايبينها هنا، فهتبقى 8 و 1 over 4. طيب بعد كده بيقول لي هات ال LCM بتاع 4 و 12. تعال نطلع ال LCM between 4 and 12. ماشي. فاحنا هنطلع ال LCM between 4 و 12. هنلاقي ان دي بتساوي 2 و 2 ودي بتساوي 2 و 6، صح؟ وال 6 هنا تفك تبقى 2 و 3. هنكتب الاثنين تحت بعض. 4 تساوي 2 multiply 2 وال 6 هتساوي 2، ايه ده؟ 2 multiply 3. فبالتالي انا لاحظت ان الاثنين دول ايه كومن، فهتبقى LCM هيساوي ايه ده هنا المفروض مش 6، هنا المفروض 12، صح؟ ماشي يا مستر، ده انت شايف حاجة ولا ايه؟ دي هنا المفروض تتكتب 12. طيب فال 12 هتساوي الكلام ده، في هنا 2 وفي هنا 2، فهتبقى 2 multiply 2 وادي ال 3 ديت المتبقية. احنا في ال LCM بنكتب كله المتكرر واللي مش متكرر.
فالكلام ده هيطلع ب 12. فالكلام ده هيطلع ب 12 يا مستر. طيب هنعمل الكلام ده كله بلس بعضه. هنا الرجل هي يبقى هنجمع كل اللي فوق مع بعض. عندي 3 و 4 7 1 يبقى 8 و 2 يبقى 10 over 7. طيب دي مش موجودة في الاختيارات، ممكن تبقى موجودة كميكسد نمبر. فاحنا ممكن نشوف في كام 7 في ال 10. هتقول لي واحدة يا مستر، وهيتبقى كام من 10؟ هيتبقى 3 والرجل زي ما هي. فدي هتبقى الإجابة. In the opposite diagram represent the prime factors of two numbers. Then the GCF the GCF is هو اللي في النص ده 2 multiply 3 تبقى ب 6. طيب هنا ال uncommon denominators. في واحد شاطر قال لي يا مستر انا هحلها بالسنه اللي فاتت، وهقول ان ديت 4 فعشان تبقى 8 لازم اضرب فوق في 2 وتحت في 2، فتبقى 2 over 8 plus 3 over 8 هتبقى 5 over كام؟ الله ينور عليك، 5 over 8. طيب بعد كده يا مستر قال لي انا خدت الفور هنا greatest common factor، مين اللي هيتبقى؟ فانا هشوف هنا كام ملتبلاي 4 يديني 8، مفيش غير 2 صح؟ راح كاتب 2 الثانيه. كام ملتبلاي 4 يديني 12، مفيش غير 3، راح كاتب له 3. بس كده خلصت يا مستر. اللي بعده قال لك الاوبزيت فين دايجرام، مين ال سي ام؟ ال سي ام هو كل اللي موجود جوه الدايره، فهتبقى 3 ملتبلاي 2 اللي هي ب 6 صح؟ راح كاتب له 6 او 3 ملتبلاي 2. بيقول لك مين الاوبزيت مين ال سي ام؟ هتلاحظ ان ده كله ال سي ام، هتروح كاتب له 5 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 اللي هي تبقى في 30. any رقم any number is divisible by 10 if the ones digit is 0. بس خلاص معروفه ليه. طيب بيقول لي الكلام ده ماينس الكلام ده، هنعمل الهول ماينس الهول، فهتبقى 5 ماينس 2 هتبقى ب 3 ماينس 2 over 3 سوري لا ماشي. فكده الجزء اللي هو طلع ب 3. الجزء الفراكشن هنمسك ال 2 اوفر 3 وننقص منها ال 4 ال 1 اوفر 4 سوري. طيب ده هنا دول ريلاتيفلي برايم يا مستر عشان ده برايم، فبيبقى ريلاتيفلي برايم مع لا ما بيبقاش ريلاتيفلي برايم، ده برايم كده الاثنين دول ريلاتيفلي برايم. فهنعمل ليست كومن مالتيبل هو الاثنين في بعض، فهنكتب هنا 12 اللي هو 3 باي 4. ضربت كام في 3 عشان تبقى 12؟ ضربت في 4 فهضرب فوق في 4 فهتبقى 8 اوفر 12 ماينس ضربت كام في 4 عشان تبقى 12؟ ضربت 3 فهضرب فوق وتحت في 3. الإجابة هتطلع 5 اوفر 12 يبقى 3 و5 اوفر 12 الإجابة بتاعتي. طيب هنا الاكسبريشن ده مديني 5 و2 و3، فمعنى الجريتس كومن فاكتور ان هو بره، معنى كده ان انا بضرب في ده، فهضرب 5 ملتبلاي 2 هتطلع لي هنا نكتب 10 و5 ملتبلاي 3 هتطلع لي هنا نكتب 15. The common factor of all numbers هو ال 1. الكومن فاكتور من كل النمبرز هو ال 1. Which of the following is relatively prime numbers؟ اعرف منين relatively prime يا مستر؟ همسك كل واحد من دول واعمل له prime factorization، او لو انا عندي نظر هقدر اعرف ان ال 8 وال 15 ده relatively prime عشان مفيش حاجه موجوده في الاثنين. ده كده even وده even فالتو موجوده، ده even وده even فالتو موجوده، وده even وده even فالتو موجوده. فدي حاجه تقدر تقول لي ان دول كلهم ما ينفعوش يبقوا relatively prime علشان الجريتست كومن فاكتور يمكن يبقى 2 وده ما ينفعش. الريلاتيفلي برايم بيكون الجي سي اف بيساوي 1. انا بعتذر عن الخط برضو، خط وحش الماوس. طيب الجي سي اف لما اوف ا ريلاتيفلي برايم نمبر از كام؟ تتوقع كام؟ ها
قول لي انا سامعك أهو. زيرو، الله ينور عليك يا غبي. غبي غبي، الله ينور عليك. هو ال1. عشان لسه قايلها فوق. لو مش مركز ركز بعد اذنك. ماشي خلاص تمام، انا موافق. يلا نكمل اللي بعده. قال لك 20 بلس 40. عايز اجيب الجريتس كومن فاكتور واحطه بره. فهطلع الجريتس كومن فاكتور بين ال 20 وال 40. انا عارف ان 40 بتساوي 4 باي 10، ودي هتتفك 2 2، ودي هتتفك 2 5. 20 هتبقى 4 باي 5، ودي تتفك 2 2. وبعدين نشطب اللي مع بعضه هنا وهنا. ادي 5 وادي 5 نروح كاتبين 5، ادي 2 وادي 2 نروح كاتبين ملتبلاي 2، وادي 2 وادي 2 نروح كاتبين ملتبلاي 2 كمان عشان خاطر انا صح. هنلاحظ ان هنا بقت 4 باي 5. 2 ملتبلاي 2 اللي هي 4 يا باشا، ملتبلاي 5 اللي هي ب 20. فده الجريتست كومن فاكتور. لو بصينا على الاختيارات هنلاقي ان كلهم 20 اصلا، ولكن في الحاله ديت دي هتبقى لما اخد منها 20 هيتبقى 1. يعني انت لو ركزت ورا هنا هتلاقي ان كل اللي ما عندهمش عيال اتمسحوا، وانا قلت لما يبقى كل اللي ما عندهمش عيال اتمسحوا هيتبقى 1 في الرقم ده بس. هيتبقى ايه؟ 1 في الرقم ده بس. طيب يبقى هيتبقى 1 في 20، فهتبقى 20 و 1 بلس 2. طيب بعد كده هنمسك التو نمبرز دول وهنعملهم ملتبلاي اتش اذر ونشوف هتطلع بكام. انا ممكن اوصل لتحت ده ب 6 عن طريق ان انا اضرب 2 هنا و2 هنا، تبقى 1 1 over 6 minus 4 over 3 4 over 6 سوري. طيب ففي حد هنا قال لي هنقص بقى 4 من 1 هيتبقى 3. غلط. انا هنا ما ينفعش اشيل 1. ما ينفعش اشيل من 4 1. سوري، ما ينفعش اشيل من 1 4. يعني ما ينفعش اطلع واحد على ايدي واشيل منه 4. مستحيل يا مستر. فال1 هنا هيستلف من اللي جنبه. تمام. طب هيستلف من اللي جنبه كام يا مستر؟ هيستلف من اللي جنبه 6. هيستلف من اللي جنبه كام؟ 6. فهتبقى ديت 6 اللي هو اللي تحت اللي هو الدينومينيتور خدناها السنه اللي فاتت. فهيزود على ديت 6 فهتبقى 7. 7 over 6 minus 4 over 6. فهتلاحظ هنا لو عملنا ماينس هتطلع 3 over 6. 3 over 6 يا مستر هنا ممكن نعمل لها simplification من السنة اللي فاتت برضو. هنعمل divided 3 هنا و divided 3 هنا هيتبقى 1 over 2. صح؟ الله ينور عليك يا معلم. طيب بيقول لك استخدم الفين دايجرام عشان تطلع جي سي اف. مفيش حاجة في النص. يلا نكتب زيرو. ايه ده؟ ده مفيش زيرو في الاختيارات. لا انا اكتب له زيرو هنا وكام. لا يا مستر انت قلت لنا ان الجي سي اف لو مش موجود نكتب 1. مفيش حاجة اسمها زيرو في الجي سي اف. فدي الإجابة. طيب عملت 9 كومن فاكتور فبيسألني مين يا باشا اللي جوه. فأنا بصيت كده اللحظة لاحظت من التايم تيبل اللي أنا حافظه إن 9 ملتبلاي 5 بتديني 45. يبقى هنا في 5 في المرة الأولانية، و9 ملتبلاي 3 بتديني 27. فهنا هتبقى 27 بلس 3. سوري 5 بلس 3 اللي هي 5 بتاعت 45 وال 3 بتاعت 27. طيب بعد كده لقيت 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 5 عايزين نعملها، فدول كده ريلاتيفلي برايم فلازم اللي تحت يكون ب 20. فاكيد يا مستر هتبقى واحده لا اما دي لا اما دي. صح صح. طب انا اعرف منين؟ هبص فوق هلاقي ان انا لازم اضرب هنا في 5 وهنا في 5 فهتطلع فوق 5، وهنا هتطلع اضرب هنا في 4 واضرب هنا في 4 فهنا هتطلع 4 اوفر 20. ايه ده؟ ايه 20 اوفر 20؟ ده علشان احول ال 4 ل 20 فضربت في 5 وضربت فوق كمان في 5 فاعمل الاثنين دول بلس. لما اعمل الاثنين دول بلس هيطلعوا ب 9 اوفر 20 اللي هي الاجابه. ايه ده؟ اللي متعلم عليه. الله والله يا مستر انت جامد. طيب قربنا نخلص يا شباب، شد حيلك معايا. طيب the food bank wants to distribute هنا معناها يوزع
2322 food boxes. It is possible to distribute the boxes among 6 villages equal، يعني على 6 بلدات بالتساوي. فهو عايز البنك، بنك طعام، عايز يوزع 2322 food boxes على 6 villages بالتساوي. هنعمل ايه؟ طيب هنعمل divided عادي جدا. يبقى عايزين نوزع 2000 كام؟ 2322. هو بيسأل it is possible ولا لأ، هو مش عايز يعمل divided، هو عايز يشوف الرقم ده divisible by 6 ولا لأ. تمام تمام. طيب فأنا هشوف الرقم ده divisible by 6 ولا لأ. طيب نعيد السؤال ده بقى. بيقول لك the food bank wants to distribute 2322 food boxes. It is possible to distribute the boxes among 6 villages equal. هل بيقول لك بنك الطعام عايز يوزع العدد ده من البوكسات، من بوكسات الاكل، هل هو ممكن اوزعهم على 6 villages ولا لا؟ فانت هتقول له بقى يا يس او نو. طيب اعرف منين؟ علشان اقدر اوزع اقسم حاجه على 6 لازم تبقى divisible by 6 صح؟ طيب فانا هشوف الرقم ده divisible by 6 ولا لا. طيب الاول لازم اشوفه عشان يبقى divisible by 6 لازم يبقى divisible by 2 و divisible by 3. تمام تمام. طيب هل هو divisible by 2؟ يا مستر اخر رقم هنا even، فيبقى divisible by 2، يبقى اول شرط اتحقق. تاني شرط تعالى كده نشوف هل هو divisible by 3. تعالى نجمع كل الارقام ونشوف هتطلع لنا بكام. طيب 2 و 2 4 و 3 7 و 2 8 9، يبقى كده 9 موجود في جدول 3. يبقى هو divisible by 3 برضو، يبقى هو yes is divisible by 6، او نقدر نوزعه على 6. انا كاتبها ازاي؟ يبقى ديت يس ده divisible by 6. طيب بيقول لي هات الليست كومن مالتيبل والجريتست كومن فاكتور بتاع ال 12 وال 8. قال لي يوز فين دايجرام. طيب هروح ماسك كده عامل هنا 12 وهنا 8، واروح عامل ده برايم فاكتورايزيشن، هيطلع 3 و 4 و 4 2 و 2. هنا 8 هتطلع 2 و 4 وال 4 2 و 2. طيب هعمل سيركل لكل واحد واجري ماشي، ما تروحش في حته. ماشي خلاص. تعالى نصعبهم، نسرقها من هنا بسرعه. أهو. أهو. طيب ورجعنا لكم تاني وجبنا التو سيركلز بتوعنا. هنعمل سيركل لل 12 وسيركل لل 8. تمام تمام. طيب نخلي اللي على الشمال ديت لل 12 وعلى اليمين ديت لل 8. طيب بصوا يا شباب بقى، المتكرر من هنا ومن هنا هشطب عليه، فهنا 2 وهنا 2 وراح كاتب 2 في النص، هنا 2 وهنا 2 اروح كاتب 2 في النص. بس كده مفيش حاجه متكرره تاني، مفيش حاجه متكرره تانية يا مست. طيب اللي متبقي مين؟ هنا متبقي 3، نكتب 3 عند ال 12، وهنا متبقي 2، نكتب 2 عند ال 8. عايز اطلع الجي سي اف سهل يا مستر، هو اللي في النص صح؟ هو ال 2 ملتبلاي ال 2. تمام تمام يا مستر. طيب بعد كده عايز اطلع ال سي ام، هو نفس اللي فوق ال 2 ملتبلاي 2، ومعاه 2 اللي هنا وال 3 اللي هنا. شويه. طيب تعالوا نطلع الناتج بتاع كل واحد من دول. 2 2 هتبقى 4، 2 2 و2 كده 8. 8 بلس 3 هتطلع 24. شطور.
يبقى كده طلعنا الجي سي اف والال سي ام يوزنج الفين دايجرام. يلا نخش على اللي بعده. خش على اللي بعده مثلا. قال لك if خالد has 28 pieces of apple، يعني معاه 28 حته من التفاح، and 35 pieces of banana، ومعاه 35 pieces of banana. What is the greatest number of bags he can prepare with no pieces left over? Write the expression which represents the total number of the fruits. طيب بالمعنى اصح هو عايز الجريتست كومن فاكتور ما بين 28 وال 35 ونكتب له اكسبريشن. طيب يلا بينا. هنكتب هنا 28 وهنا 35. هنفك ديت تكون 4 باي 7، وديت هتتفك تبقى 2 باي 2. طبعا لو مش حافظ على الجدول الضربة هتروح في ده. وال 35 هتتفك 7 باي 5. صح. بس كده. بس كده. طيب ماشي. بس عايزين نطلع الجريتست كومن فاكتور. هو واضح زي الشمس ان هو 7 يعني، مش محتاجة. فانا جي سي اف. طيب لو مش عارف برضه اشطب على المتكرر هنا وهنا واكتبه قدام الجي سي اف. هو مفيش غير 7 اللي متكرر، فانا اشطب على 7 هنا وال7 هنا واكتبها. فالجي سي اف بتاعي طلع ب 7. اذا فالاكسبريشن بتاعي هنشطب دي ونشطب دي، هيتبقى من هنا ال 2 باي 2 وهيتبقى من هنا 5. فانا هكتبه 7 مره، و2 باي 2 4 بلس ال 5 المتبقي من هنا. وده كده الاكسبريشن بتاعي. اللي بره ده عدد الحقائب. 28 قلنا ايه هي ايه في المسألة. 28 هي بيسز اوف ابل، فهيبقى هيبقى فيه 7 حقائب، وفي 4 حتت من التفاح في كل واحدة، و5 حتت من الموز في كل واحدة. وبكده ما يكونش فيه باقي من التفاح ولا من الموز، و فيش شنطة واخدة أكتر من التانية. طيب يلا اللي بعده. قال لك سارة 8 الكلام ده من الكيكة، ومنى 8 الكلام ده من نفس الكيكة، يبقى كام اتبقى من الكيكة؟ الأسئلة دي سهلة بقى مستر، عرفناها وعرفنا ازاي بتتحل. فأنا همسك الاتنين دول. هي كانوا الاتنين دول من نفس الكيكة، فهمسك الاتنين دول أعمل لهم بلس علشان هما الاتنين اتاكلوا، والكيكة بوان هول هنقص منهم الناتج اللي طالع من البلس ده. طيب هتبقى 3 over 4 بلس 1 over 8. واللي مش فاهم تعالوا كده نشرح على جنب عشان هي يمكن ما تفهمش. طيب دي الكيكة، دي الكيكة كلها هي عبارة عن 1 هول. عبارة عن ايه؟ 1 هول يعني واحد كامل. جت البت دي كلت 3 ارباعها، فلنقول ان ده 3 ارباعها، معرفش. لا 3 ارباعها هيبقى ده كله. ماشي. وجت التانية من الحتة المتبقية أكلت تمن، اللي هو حتة صغيرة نص الحتة دي كده هي كلتها. فهو عايز يسأل أو عايز يعرف إيه الحتة المتبقية ديت بكام. الحتة المتبقية ديت بكام؟ طيب تعالوا نشوف له الحتة المتبقية ديت بكام. فإحنا هنزود دول على بعض عشان دول اتاكلوا هما الاتنين، ونقصهم من الوان الهول ده هيطلع لنا الباقي. طيب عشان ازود الاتنين دول على بعض لازم الدينومينيتور يكون لايك دينومينيتور. واحنا عارفين باينه جدا ان الليست كومن مالتيبل بتوين ال 4 وال 8 هو ال 4 هو ال 8، فاحنا لازم نوصل دي ل 8. فعشان نوصل ديت ل 8 لازم نضرب في 2 فوق في 2 تحت و 2 فوق. طيب فهتبقى فوق ب 6 اوفر 8 بلس 1 اوفر 8 هتطلع 7 اوفر 8. هنمسك 1 وننقص منها 7 اوفر 8، او نشوف في فاضل كام على اللي فوق علشان تبقى 8. طيب انا عارف ان 1 ديت ممكن نمسحها مستر ونكتب 8 over 8. تمام يا معلم. طيب 7 ناقص 8 تساوي 1. ف والرجل زي ما هي فهتبقى 1 over 8. يبقى الإجابة بتاعت آخر سؤال هي 1 over 8. وبكده تكون مراجعتنا خلصت. شكرا على استماعك لهذه المراجعة الجميلة.
وان شاء الله تذاكر وتحاول تنجح، وان شاء الله تقفل في كل الامتحانات اللي انت عايزها. ويا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشير الفيديو ده علشان اصحابك يستفادوا وكل الناس اللي عندك يستفادوا. و متنساش اللايك بقى، وبس كده. سلام.